محب وجمعة ممثل المصالح البيطرية للدار البيضاء بالمكتب الوطني للسلامة الصحية. في إطار عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية داخل لجان المراقبة بعملة مقاطعة الحي الحسني، وفي جولة روتينية أنه في هذا اليوم تم ضبط محل عشوائي يقوم بتحويل مادة الحليب ومشتقاته، وتم حجز كمية مهمة لا تنعدم في شروط السلامة الصحية ويعمل في ظروف عشوائية. وهذه المحجوزات سيتم حجزها وإتلافها. التي تم ضبطها تقريبا 500 لتر من الحليب، 90 كيلوغرام من الموز. سلام عنباري، عملت مقاطعة الحي الحسني في إطار العمل ديال الدوري والمستمر اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة بمشاركة مصالح العمالة في شخص الباحثين والمصلحة حفظ الصحة ومصلحة الشرطة الإدارية الجماعية ووزارة ديال السلطة المحلية ومكتب السلامة الصحية. تم إجراء هذه العملية، وفي هذا الإطار تم ضبط واحد الحالة ديال المستودع لإنتاج مشتقات الحليب ما تيستوفيش الشروط الصحيه اللازمه وما عندوش الترخيص اللازم لهذه الممارسه ديال هذا اللي تتم في واحد الشروط محدده ديال الجوده. بالتدخل ديال المصلحه البيطريه ديال لونسا قامت اللجنه بحجز هذه المواد وتم الاتلاف ديالها في عين المكان، وغادي تتم الاجراء ديال المسطره ديال المتابعه ديال صاحب هذا المحل، لانه تيتم في واحد الظروف اللي هي من الشأن ديالها المس بالصحة ديال المواطن. وهذا هو الدور ديال هذه اللجنة، القيام بعملياتها على بغتة باش تكون عندها تأثير، والهدف الأساسي هو الحماية ديال المواطن.